لحد النهاردة في سر واحد لتمثال أبو الهول العلماء نفسهم مش قادرين يتفقوا عليه. سر موجود قدام ملايين البشر كل يوم، لكن محدش واخد باله إنه أخطر من الأهرامات نفسها. باب أبو الهول السري. التمثال اللي كلنا حافظينه له جسم أسد وراس إنسان، لكن اللي تحت رجليه ده الجزء اللي محدش عارف يحسمه. هل هو غرفة؟ ممر؟ ولا شيء أعمق من كده بكتير؟ سنة 1987 فريق أمريكي استخدم رادار أرضي متطور، والنتيجة وجدوا فراغات كبيرة داخل جسم أبو الهول، وأكبر منها تحت التمثال نفسه. التقرير اتسجل رسمي واتنشر في صحف عالمية. الغرف موجودة، الممرات موجودة، وكلها مش طبيعية. في فراغ موجود جوه التمثال فعلا، وتحت المخالب، وفي مدخل محتمل ناحية الشرق، ومساحة كاملة بطول 12 متر كأنها غرفة متعمدة. هنا بدأت الحكاية تسخن أكتر. علماء مصريين قالوا الفراغات طبيعية، مفيش باب ومفيش غرفة. لكن الرادار كان ليه كلام تاني. وقت هنري بارسيل العالم البريطاني انتشرت فكرة إن تحت أبو الهول قاعة السجلات، مكان اتقال إنه بيربط حضارتين ببعض، المصرية القديمة وحضارة قديمة جداً ممكن تكون سبقت التاريخ كله. بعض النقوش بتقول حارس البوابة يحمي الطريق للمعرفة الأبدية. هل المقصود أبو الهول نفسه؟ وهل في بوابة حقيقية؟ فريق من اليابان أعاد المسح ولقوا نفس الشيء، فراغ ضخم بعمق كبير، مش صدفة ومش تآكل طبيعي، كأن حاجة اتبنت وبعدين اتدفنت. الغريب إن صور الرادار الأصلية اختفت، والتقارير الكاملة اتمنعت من النشر، والعلماء اللي اتكلموا اتقال إن تصريحاتهم اتفهمت غلط. المسؤولين قرروا مفيش باب، مفيش غرفة، دي كلها تشققات وتجاويف طبيعية. لو تشققات، ليه شكلها هندسي؟ ليه الفراغ طوله 12 متر؟ ليه تحت المخالب بالذات؟ وليه 3 بعثات دولية قالت نفس الكلام؟ أساطير كتير اتقالت وقتها، منها إن الباب ده اتقفل قبل عهد خوفو، ومنها إن اللي جوه مش كنز لكن حاجة أخطر. في علماء بيقولوا إن جسم أبو الهول أقدم من الأهرامات، ولو ده صح يبقى الباب اللي تحته مش من عصر خوفو أصلا، ده من حضارة قبلها. في كل مسح في صوت واحد بيظهر، فراغ على هيئة غرفة. بعض العلماء قالوا ده مش مدفن، ده مكان بيتخزن فيه نصوص أو أدوات أو أسرار الله أعلم بيها. أبسط سؤال، لو كل ده موجود ليه ما حدش بيفتح الباب؟ أولاً التربة هشة، أي حفر هيبقى خطر على التمثال نفسه. ثانياً مفيش حد واثق الباب ده هيوصلنا لإيه، ولا قد إيه ممكن يغير برضه في تاريخ المنطقة. ثالثاً وده الأخطر، إن في احتمال يكون المكان مختوم واتعامل بالتصميم ده علشان ما يتفتحش تاني، فاتقفل الموضوع بعد كده واتنسى. سواء غرفة أو ممر أو سرداب، في شيء تحت أبو الهول. ده مش رأي، ده مسح علمي. والسؤال دلوقتي مش إيه اللي تحت أبو الهول، السؤال الحقيقي ليه لحد النهاردة ممنوع يتفتح؟ لأن بعض الأسرار مش معمول إنها تكتشف، لكن معمول إنها تفضل محجوبة لحد وقت لا يعلمه إلا الله.